لو انتي ماما جديدة وبتشتغلي في الفيديو ده ليكي، هقولك النهاردة على كل الخطوات اللي كنت بعملها وساعدتني في الوقت اللي أنا كنت شغالة فيه. وبنتي كانت لسه بيبي، هي دلوقتي ما شاء الله عندها سنة و3 شهور، وأنا برضو ماشية على نفس النظام. هو النظام ريحني فأنا طبعا مكملة عليه. بصوا، أول وأهم حاجة الفراخ بتاعت سارة أنا بجيبها كلها مرة واحدة. كل واحد طبعا على حسب ظروفها وظروف زوجها وشغلها بيبقى مرتب اسبوعي ولا شهري، بس هو افضل طريقه بصراحه الشهري. فانا بجيب الفراخ كلها مره واحده بالشهر. القطعات اللي انا بحبها، بحب وراك، بحب الصدور. الفراخ كلها بتتجاب مره واحده، بتتغسل وبتتكيس على قد الوجبه. وصدور الفراخ طبعا حاجه دايما عنها، بتبلها بانيه الشرايح بتاعتها ببصل وملح وفلفل، وبسيبها في الفريزر برضه على قد الوجبه في الطبق الفويل او في الكيس. وبعمل تتبيلة شاورما وبحطها برضو بتتكيس بالتتبيلة بتاعتها. ده بالنسبة لجزء الفراخ. بالنسبة لجزء اللحوم، اللحمة المفرومة عندي بتتجاب عمرها ما بتتشال كده، بتتقسم. بعمل منها برجر وبشيله في العلبة بتاعته. وبعمل كفتة وبسيبها برضو بحط التتبيلة بتاعتها واصبعها، يعني يا دوبك بس تخرج من الفريزر على الفرن، ويبقى مثلا مع شوية رز شوية مكرونة ويبقى الدنيا خلصت. حاجة كمان بعملها، بعمل كمان لحمة معصجة وبتفضل عندي طبعا. وكمان بعمل حواوشي، بس انا جربت الحواوشي ان انا اشيلها يعني بالبصل والطماطم والفلفل. بصراحة ما كانتش حلوة. لما خرجتها نزلت مية، فالافضل ان انتوا تحطوها تخزنوها في الفريزر بالعيش، عشان تعملوا التتبيلة بتاعة الحواوشي كلها، وبعدين تحطوها في رغيف العيش وتشيلوها زي ما هي. ده بالنسبة للحوم. اللحمة جربت اسلقها وادخلها الفريزر، يعني تحط مسلوقة والشوربة بتاعتها اسيبها. بصراحة اللحمة الحاجة الوحيدة اللي ما نفعتش معايا. الحاجة اللي بعد كده البصل والطماطم واي خضار. البصل انا بجيب كمية او الشهر. بقطع البصل تقطيعتين او 3 على حسب اللي انا هعمله في الشهر ده. بقطع تقطيع للشوربة وتقطيع للخضار وتقطيع كمان فرملة قوي لو انا هستخدمها في اي تتبيله او حاجه ومش عايزه يبقى فيه تفل قوي للبصل. زي ما انتم شايفين انا بضربه في الكبه من غير اي اضافات نهائي، ولا زيت ولا ملح ولا فلفل ولا اي حاجه. هو بس كده. واول ما بضربه في الكبه بشيله على طول، ما بستناش اخلص الكميه كلها. انا بعمل كده ستيل لحد دلوقتي. وكمان خزنت بصل بنفس الطريقه دي. حاجه كمان الفول ممكن برضو تدمسوه في البيت او تجيبوه جاهز وتشيلوه في اكياس يكون في الفريزر. ده الطريقه اللي تريحكم. خلي عندكم حاجه موجوده للفطار. الثوم كمان بفرزه زي البصل، بس وانا بحط بس معاه ملح وبحط زيت عشان طبعا يكون سهل ان انا اخد منه. ممكن نعمله مكعبات كده وناخد منه، او نحطه ببطرمان وزيت هيخلينا اخد منه بالمعلقه سهل. حاجة بعد كده مهمة جدا الطماطم. أنا بصلصل طماطم بعملها، يعني ممكن تقعد عندي 4 شهور أو أكتر. أجيب كمية كبيرة، ممكن تجي 10 20 كيلو على حسب استخدامك. بجيب أغسلها وبشيل الحتة اللي فوق الخضرا دي، وبحطها على البوتاجاز مع نص كوباية مية لحد ما تستوي الدرجة اللي أنا عاوزاها. وبعدين بضربها في الخلاط أو بالهاند بلندر. واصفيها واشيلها على كده. ده بالنسبة للطماطم. كمان الخضار لو عايزين ان احنا نعمل محشي، بس الكلام ده في الشتا جاي والخضرة جاية داخلة علينا يعني، وهتكون الموسم بتاعها. بغسل الخضرة كويس جدا، بغسلها بالخل وبسيبها ننقع شوية، وبعدين نصفيها كويس جدا جدا جدا. ممكن كمان ننشفها في صودا عشان نضمن ان المية كلها اتصفت منها. بقطعها وبعدين بحطها في اكياس متفرغة، شايلة منها الهواء كله عشان ما تاخدش مكان. كمان البطاطس بقطعها صوابع وبديها مستحمرة وبشيلها مستحمرة، وممكن تخرج على الوقت بتاع التحمير على طول. والخضار كله بيتكاب. البسلة دي مخصصة لما يجي في الطعام بتاعها. البسلة والجزر، الفاصوليا، البامية، ايا كان اللي انتوا بتحبوه. الملوخية بصراحة ما جربتش خزنها، انا بجيب الفروزن. فانت كده هتقفي في المطبخ لا يتعدى نص ساعة. وده كان جزء من الافكار اللي انا بعملها. لو عجبكم قولولي عشان اعمل لكم بارت 2.